السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة الشيف محمد منوعات. النهاردة هنعمل لكم فراخ مشوية على الفحم. الفراخ المشوية على الفحم لازم نعمل لها تتبيلة. ايه هي التتبيلة بتاعتنا النهاردة؟ التتبيلة بتاعتنا عبارة عن مية بصل، واخدين بالكم، ورق لورا، خل، ليمون، توم، جنزبيل، كاتشب، هوت صوص مستردة، وزعتر، وجوز الطيب، وشطة. يبقى مية بصل وتوم، واخدين بالكم، مية بصل وتوم وجنزبيل، كاتشب وصوص مستردة، خل، ليمون، زيت، ملح، فلفل اسود، جوز الطيب، شطة، ورق لورا، زعتر. كل المكونات دي واهي التتبيلة احنا عملناها اهي. تتبيلة شكلها اصفر. التتبيلة بتاعتنا تتبيلة شكلها صفرة اهي زي ما انتوا شايفين. دي الفرخة بتاعتنا اللي هنعملها النهاردة. دي ايه الفرخة بتاعتنا اللي هنعملها النهاردة. نشيل منها شوية حاجات كده، دهون والكلام فاضي ده، عشان متقعدش تدخل معانا على الفحم. يقطع الطراطف دي، عشان الأطراف دي باستمرار بتتحرق، فملهاش لازمة. أنا بحب إيه أفتحها خالص. نشيل العضماية دي، ملهاش لازمة.
نعدي العضمايه دي. كده خلصنا الفرخة بتاعتنا. نحطها بقى ايه في التتبيلة. حطينا الفرخة في التتبيلة، نسيبها بقى لمدة ساعة تتشرب، ولو قعدت اكتر من ساعة يكون احسن، ولو حطيتوها من بالليل للصبح في التتبيلة يكون احسن برضو. كده هنسيبها في التتبيلة وبعدين نروح عشان نشويها. دلوقتي يا جماعة احنا ولعنا وحطينا الفحم في البيت اهو، وحطينا الفرخة في الشواية، وبعد ما تستوي يعني هنبقى نطلعها نحطها في الطبق بتاعها بره. المهم ان انا مشغلها على ايه، على مروحة، رغم ان عندي هواية، بس المروحة احلى عشان ما تتعبوش نفسكم. ادي الهواية اهي، الهواية، بس المروحة احلى من الهواية. واخدين بالكم؟ اما نيجي نسويها على الفحم بنحطها على ايه، على البطن. بصوا على البطن، على البطن، ما نحطهاش على الظهر. بعد ما تستوي خالص نبقى نحطها فين، على ظهرها كده، هي على بطنها، على بطنها تستوي بسرعة، لأن ايه، البطن ده أهم حاجة، هو اللي مليان اللحم. بعد ما تستوي خالص نبقى نحطها على ايه، على الظهر. نسيبها بقى تستوي براحتها ونبقى نيجي تاني. دلوقتي يا جماعة احنا خلصنا الفرخة اهي، شايفينها معمولة على ايه، الفحم بالتتبيلة اللي انا قلت عليها من شوية اهو. شايفينها كويس اهي، اهي اهي. هنحطها بقى ايه على الطبق بتاعها. شايفينها اهي. القرنشة بتاعتها اهي. مش نافع على كده. يبقى دي ايه، الفرخة بتاعتنا المشوية على الفحم. دي فرخة مشوية على الفحم، وانا عملت لها التتبيلة قدامكم، اللي هي مكونة من مية بصل وتوم وخل وملح وليمون وفلفل اسود وجوز الطيب
وجنزبيل وكاتشب وصوص ومستردة، واخدين بالكم؟ ورق لورا اهي. دي الفرخة المشوية بتاعتنا بتاعت النهاردة، معاها طبق طحينة، طبق طحينة، معاها طبق بطاطس، معاها طبق رز، طبق رز هنحط له ايه؟ زبادي. الزبادي دي بتبقى تبع الفراخ. زبادي اهو، شايفين؟ شايفين الطبق اهو. ممكن نحط كام زيتونة هنا، كده خلصنا الفرخة المشوية بتاعتنا بتاعت النهاردة اهي. هنوريها لكم تاني اهي. دي الفرخة المشوية بتاع النهاردة، معاها طبق طحينة، طبق طحينة، معاها طبق بطاطس، معاها طبق رز، بولة رز كبيرة اهي. نحط فيها ايه؟ شكل نهائي، زيتونة في النص اهي اهو. شايفين طبق الرز اهو. انا بقى مش عارف اجيبهم مع بعض كلهم، مش عارف اجيبهم مع بعض كلهم. شايفين؟ فرخة مشوية معاها طحينة، معاها واحد بطاطس، معاها بولة رز كبيرة بالزبادي، فراخ بتحط لها زبادي وممكن مايونيز وطحينة اهي. وكده ده الطبق بتاع النهاردة، ده الطبق يا جماعة بتاع النهاردة. وإن شاء الله أكلة جديدة مع تحيات الشيف محمد. أرجو إن انتوا تعملوا لايك وتعلقوا برضه عشان أعرف أرد عليكم. أي حد عايز أي تفسير، أي تفاصيل عن التتبيلة أو الشوي يقول لي إيه وأنا أرد عليه. ويا ريت اللي ما اشتركش يشترك في القناة يكون أحسن. ومع أكلة جديدة إن شاء الله مع الشيف محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.